هذه النقطة الحمراء الصغيرة جدا في الدماغ البشري اسمها الغدة النخامية. هي بحجم حبة البازلاء، لكنها تفرز أهم الهرمونات في الجسم البشري، وأهمها هرمون النمو. خمول وظائف هذه الغدة يؤخر نمو الطفل، وفرط نشاطها قد يؤدي به إلى العكس تماما، ففي المستقبل يصاب بالعملقة أو الهرطلة. هذا شاب يمني اسمه هايل السودي. أنتم أعطوه عمرا تقديريا من هذه الصورة. أنا أعطيته من 10 إلى 12 عاما. هو تعرض لحادثة سقوط من الطابق الثاني، فحدث خلل في هرمونات الغدة النخامية لم تؤثر إطلاقا على قدراته العقلية والفكرية، لكنها أثرت على نموه الجسدي. هايل عمره الآن 32 عاما وهو بهذا الشكل. هذه صورته مع صديقه عندما كان في المدرسة الثانوية، يقدر عمره هنا 18 عاما. وهذه الصورة التي تجمعه مع أبناء دفعته في الكلية في جامعة الناصر في صنعاء. هل تغير عليكم؟ يبدو أنه واقف على مصطبة مع زملائه. هل تغير عليكم شكله بين الصورتين؟ قلت لكم أن عمره 32 عاما، تخرج في كلية الصيدلة، كان متفوقا وبمعدل جيد رائع، حصل على درجة البكالوريوس، وها هو يحتفل بتخرجه. هذا الفيديو هو أرسله لنا. تخرج في عام 2018. يحق له الاحتفال والفرح بعد التعب والتفوق أيضا. الآن يعمل كصيدلاني، يصرف الوصفات للزبائن، وهو مرخص بمزاولة المهنة في بلاده. يمتاز بشخصية مرحة، حس فكاهي، وروح عفوية تلقائية. يمتلك مهارات متعددة منذ الصغر، ولديه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعه على تيك توك أكثر من 800 ألف شخص. صوته جميل في الإنشاد، له ملايين المشاهدات، وأيضا يقوم بالإنشاد في الأفراح والمناسبات. كيف تفاعل اليمنيون مع قصة الشاب هايل السودي؟ يقول لك محمد: يجب علينا جميعا تقبل الأشخاص غير العاديين بكل احترام وتقدير، التركيز أيضا على قدراتهم ومؤهلاتهم بدلا من النظر إلى شكلهم أو حالتهم. محمد صالح قال لك محمد: عمره العقلي أهم من عمره الزمني، وهو الآن يقوم بعمل يتطلب قدرات عقلية يعطي العافية. أبو أيمن قال لك: أبو أيمن يعني تأثر نمو جسمه ولم يتأثر نمو عقله. سبحان الله، يأخذ منك شيء ويعوض لك أشياء. يمني قال لك: يمني كان في فرصة لعلاجه قبل أن يصل سن 20، لكن للأسف قلة الوعي والتعاون في اليمن أضاعت هذه الفرصة. هو معي الآن وهو في صنعاء، وينضم إلي الشاب الصيدلاني الماهر الطيب هايل السودي. يا مرحبا بك يا هايل. عندما يدخل الناس إليك في الصيدلية يريدون الوصفة، هل يتفاجؤون؟ ما هي المواقف الطريفة التي تحدث معك؟ مرحبا بك أخي أحمد فخوري، مرحبا بك. يا مرحبا. هل تسمعني؟ معك، تفضل. العديد من المواقف حصلت لي في مكان عملي في الصيدلية، ومنها عدم تصديق الناس لحالتي وظهوري يعني كصيدلي. كنت أبرز شهادي وترخيصي أمامهم، مزاولة مهنة، ترخيصي في الصيدلية، وحاول أني أقنعهم، وكان يحصل اقتناع من بعض الزبائن، وبعضهم كان صعب أني أقنعهم. طيب أنت، وحصلت لي بعض المواقف يعني مضحكة. هناك كثير من الأشخاص يتمنون أن يظهروا بمظهر يعني أقل عمرا. هل تعد نفسك محظوظ
أم يعني ليس حظا؟ تريد أن تكون بعمرك الحقيقي، أن تبدو كذلك؟ لا، الحمد لله أنا راضي بما كتب الله لي، وهذه حكمته في خلقه، فربما هذا هو أفضل لي، هذا ما يعني مقدر من الله سبحانه وتعالى، وأنا راضي بما كتب الله. كل الشكر لك ونعم بالله. وأكثر الناس يتكلموا على أننا في حجمي. كم كنت أود أن أستمر في هذه المقابلة معك يا صديقي. مرحبا أحمد. كل الشكر لك. لحظة، لن تخرج من هذا الفيديو قبل أن تضغط اللايك والشير، وإذا لم تكن مشتركا بالقناة يرجى الاشتراك بالقناة. اترك لنا أيضا تعليقا لطيفا لأننا سنقرأ التعليقات قبل أن تذهب إلى الفيديو التالي من برنامج شبكة.